أهلا بكل مشاهدينا متابعينا على قناتنا قناة فور يو من أجلك، القناة اللي بنقدم لكم عليها كورس كامل في تعلم الموسيقى. في الكورس بتاعنا النهاردة هنبتدي أول حلقة فيه عشان نتعلم الموسيقى من الصفر حتى الاحتراف. ومن أهم الأشياء اللي لازم نتعلمها أول شيء في الموسيقى هي قراءة النوتة الموسيقية، كتابة النوتة الموسيقية. فعشان نتعلم القراءة والكتابة الموسيقى لازم نعرف ايه هي لغة الموسيقى. معلومة لازم نكون عارفينها: لغة الموسيقى لغة واحدة في العالم كله. الموسيقى كلها مبنية على السلم الموسيقي اللي بيتكون من 7 مفاتيح هنعرف أسمائهم. ال7 مفاتيح دول ليهم أسماء في العالم كله، اسم واحد. مش زي اللغة اللي احنا بنتكلمها، تلاقي الشرق الأوسط له لغة، الوطن العربي له لغة، تلاقي أوروبا لها لغة، تلاقي أمريكا لها لغة. لا، عندنا الموسيقى هي لغة واحدة في الدول الأجنبية بيعزفوا بيها، في الدول العربية الشرقية بيعزفوا بيها. عشان كده لازم نعرف السلم الموسيقي، نعرف أسماء المفاتيح بتاعته، عشان هو ده اللي هنبني عليه كل الشغل اللي جاي. إزاي؟ عن طريق أسماء المفاتيح نعرف نكتب النوتة ونعرف نقرأ النوتة. عشان كده هناخد مع بعض أول درس النهاردة هو السلم الموسيقي. السلم الموسيقي يا جماعة بيتكون من 7 مفاتيح. هم ال7 مفاتيح دول موجودين في كل الآلات، موجودين في كل الدول، في كل العالم. يعني لازم في الآلات الوترية زي القانون، زي الجيتار، زي العود، لازم ألاقي ال7 مفاتيح دول، ال7 أصوات دول. في الأورج لازم ألاقي ال7 أصوات دول. في آلات النفخ، الناي، الفلوت، كورديون، كل الآلات لازم ألاقي ال7 مفاتيح أو ال7 زراير أو ال7 أصوات دول، لأن هم دول اللي أنا بكتب بيهم بعد كده النوتة الموسيقية وأقدر أعزف أي مقطوعة موسيقية. ال7 مفاتيح دول يا جماعة بيتكتبوا بطريقتين. أول طريقة وهي مثلا الدو، أول زرار معانا أو مفتاح أو صوت اسمه دو، اللي يليه ري، بعد كده مي، بعد كده فا، بعد كده صول، بعد كده لا، بعد كده سي. هم دول ال7 أصوات اللي بنعزف بيهم في أي آلة موسيقية. طبعا دو الأولانية دي قرار بيجي في الآخر، بعيد الدو في الآخر بتبقى جواب. يبقى أنا لما بكرر الدو تاني دي بتبقى في السلم الموسيقي اللي بعده. طبعا الحاجات دي ممكن تكون موجودة في آلة زي آلة الأورج، بيبقى معانا 3 أوكتاف، 4 أوكتاف، 7 أوكتاف، فبقدر بطلع من الأوكتاف اللي بعديه. الدو اللي بعديه بيبقى صوتها مختلف شوية، لأن عندنا الأصوات بتبدأ بالصوت زي ما انتم سامعين كده، ده الدو الأولانية، دي الدو الثانية. بيبدأ السلم الموسيقي من على الشمال يبدأ يكون غليظ، الصوت يكون رخيم تخين. بعد كده الدو اللي بعدها بتبقى الأوكتاف اللي بعديه بيبقى الصوت رفيع. يبقى الأسماء الأولى اللي الناس كلها عارفينها هي دو، ري، مي، فا، صو، لا، سي. بعد كده نرجع في الأوكتاف اللي بعديه نبدأ دو دي في السلم اللي بعديه. الأسماء بقى التانية اللي الناس عارفاها هي كمان، ممكن النوتة الموسيقية تتكتب بالأسماء دي أو بالأسماء دي. معانا سي، معانا دي، معانا اي، اف، جي، ايه، بي. ده اخر حاجة معانا. نرجع تاني نبدأ السي اللي بعديها في الاوكتاف اللي بعده زي ما انتم شايفين كده. يبقى الدو ممكن يبقى اسمها دو، وممكن يبقى اسمها سي،
عندنا الر بيبقى اسمها ر واسمها دي. عندنا المي اسمها اي. عندنا الفا اسمها اف. عندنا الصول اسمها جي. عندنا اللا اسمها ايه. عندنا السي اسمها بي. يبقى ممكن تتكتب دو ري مي فا صو لا سي ونرجع تاني للدو، وممكن تتكتب بالحروف الإنجليزية سي دي اي اف جي اي بي ونرجع تاني سي. ممكن بالاسم ده وممكن بالاسم ده. عندنا في الأورج بيبقى فيه مفاتيح بيضة ومفاتيح سودة. هنشرحها في الفيديو اللي جاي ايه لازمة المفاتيح البيضة وايه لازمة المفاتيح السودة. ممكن اعزف على المفاتيح البيضة بس، لكن المفاتيح السودة بتساعدني في تغيير النغمة ان انا اعزف بطريقة افضل. مفاتيح سودة وبيضة موجودة في الأورج، لكن ممكن ما تكونش موجودة في آلة وترية زي العود، لكن بقدر اعزف كل المقطوعات اللي انا عاوزها على اي آلة، سواء كانت آلة وترية او آلة نفخ او آلة زي آلة الأورج. كل الآلات بقدر اعزف عليها اي نوتة موجودة. هنشرحها مع بعض. المهم ان الاساسيات دي نكون عارفينها، لازم نحفظها كويس قوي. يعني اول ما تخلص الفيديو ده معايا لازم تجيب اي أورج، مثلا تجيب الموبايل بتاعك تنزل عليه تطبيق الأورج وتخلي اسماء المفاتيح ظاهرة قدامك علشان تحفظها في الاول، وتفضل تقول معاه دو ري مي فا صو لا سي، وترجع تاني دو ري مي فا صو لا سي. بعد كده تاخدها بالعكس، سي لا صول فا مي ري دو. لازم تحفظها وانت رايح وانت جاي. يعني تقولها دو ري مي فا صول لا سي، ترجع تقول سي لا صول فا مي ري دو. لازم تحفظها كده وتحفظها كده، عشان لازم تحفظ اسماء المفاتيح عن ظهر قلب. بعد كده هناخد اسماء النغمات، هناخد علامات التحويل، هناخد حاجات كتير قوي، فلازم نحفظ اول باول. لان على سبيل المثال ما تقدرش تتكلم اللغة العربية غير لو كنت حافظ حروف اللغة العربية. يبقى اذا مش هتقدر تقرأ وتعزف وتكتب النوتة الموسيقية من غير ما تحفظ اسماء المفاتيح اللي هي اسماء اللغة نفسها. اقدر من خلالها احفظ كل حاجة. خدنا النهاردة اول درس واهم درس لازم نحفظه كويس، اسماء مفاتيح السلم الموسيقي دو ري مي فا صو لا سي دو. ما تنسوش يا جماعة دعمكم لينا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل اشعار بكل جديد. دعمونا بالاعجاب، دعمونا بالتعليق، شاركوا الفيديو مع كل اصدقائكم عشان الكل يستفيد. تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، على التليجرام، على الواتس، على الفيس. هنقدم ليكم باستمرار كل يوم الجديد. اشتراككم في القناة شرف لنا.